السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معكم دكتور محمد الإمام، خريج صيدلة الدلتا 2019. إن شاء الله هنبدأ مع بعض كورس خاص بالكوزموسيوتيكال. والكورس ده أنا عامله كده لله. هو إن شاء الله لا يقل في المحتوى أو الأهمية أو الاستفادة عن أي كورس مدفوع. ولكن أنا عامله لوجه الله على اليوتيوب، وفي نفس الوقت ممكن على المدى البعيد ممكن يبقى منه استفادة تانية إن شاء الله. أولا بدون مقدمات كتير نبدأ في الكورس. الكورس هيبقى لايت، بمعنى احنا هنديه بكل فيديو كده 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، بحيث انت متملش. وهيبقى تقسيمة مختلفة خالص، واحدة واحدة. كل اللي مطلوب منك انك تسمع الفيديو وبس، تسمع الفيديو بتركيز بدون ما تقفل الفيديو وتشوف حاجة تانية، بدون ما تشوف اي عنوان يشدك وتقفل الفيديو وما تكملش معايا الفيديو للآخر يعني. وده سبب من الأسباب إن أنا بقول إن الفيديو مش هيبقى طويل، المحتوى قدر المستطاع هيبقى المهم الضروري اللي انت لازم تعرفه، اللي هيعود عليك بفايدة داخل الصيدلية أو داخل المركز اللي انت شغال فيه كصيدلي يعني. تمام. والكورس موجه للصيادلة وغير الصيادلة عادي، اللي هم الناس اللي عايزة تتطور أكتر في الكوزموسيوتيكال يعني. الكوزموسيوتيكال هو كل ما يخص البشرة والشعر. ف وبعد كده بيبقى سكين كير او هير كي او سكين كيور، وهير كير او هير كيور. ايه الفرق؟ الكير ده اللي هو العناية، يعني انا ما عنديش مشكلة وبس بعتني بالبشرة، اللي هو الوقاية خير من العلاج. تمام. الكيور بقى انا عندي مشكلة وعايز اعالجها، ده كيور علاج. انما الكير هو وقاية او اهتمام بالبشرة. وبالمثل الشعر، كير وكيور. طيب احنا هنمسك المواضيع واحدة واحدة. فهنمسك السكين، هنمسك السكين كده، وهيبقى برضو على جزئين: جزء الكير، وده الجزء الخفيف شوية والممتع واللي هيحببك في الكوزموسيوتيكال، والموضوع هتلاقيه بسيط وسهل، وهيفرق معاك في المبيعات وفي ثقة العميل، وهيفرق معاك في ثقتك في نفسك وانت بتتكلم مع العميل عن المنتجات، وتاخد ده ليه وتاخد ده ليه وتاخد ده ليه. بتديله 3 4 5 منتجات وانت متأكد ان هو محتاجهم، وكل حاجة ليها وظيفتها، وفاهم ليه بتديله الحاجة دي. مش هنخش في الكيور، وبناء عليه برضو مش هنغوص قوي في بعض النقاط الخاصة بالسكين إلا لما نخش في الكيور. هيبقى مثلا أنا بذكر حاجة فيسيولوجيكال بتعمق شوية، عشان هحتاج لما اديت علاج كذا كان عشان فيسيولوجيكال كان ده بايظ، فالعلاج ده بيصلح الحتة دي. فباختصار احنا هنبدأ في السكين كير. السكين كير في الاول كده عايزين نفهم الفرق، ما يعني ايه كوزموسيوتيكال اصلا. يعني كوزموسيوتيكال يا جماعه هو كومبينيشن ما بين كلمه كوزموتكس. الكوزموتكس هي حاجه بتخفي العيوب. نوت نو تريتمنت، ما بتعالجش، مفيش علاج. كوزموتكس هي مجرد حاجة بتخفي تشققات مثلا الشفايف، بتخفي التجاعيد، بتخفي الاسمرار، البقع. كل ده زي البي بي كريمز والفاونديشنز والليب بالم والروج الكلام ده كله بنقول عليه كوزموتكس لانه مفيهوش علاج. وفي حاجة تانية اسمها الفارماسيوتكس. طبعا احنا عارفين الفارما هو بخش بعلاج، ده علاج تريد ذا بروبلم، انا بحل مشكلة او بمنع ان المشكلة دي تزيد. تمام. improve quality of life. كل ده بيتقال عليه فارماسيوتكس. تمام. الفارماسيوتكس بقى هو مجموع ما بين الكوزمو والفارماسيوتكس.
فبنقول عليها كوزموسيوتكس او كوزموسيوتيكال برودكت. هو لان هو بيجمع ما بين ان انا بخفي العيب وفي نفس الوقت بعالج. زي مثلا جبت كريم فازلين وحطيت فيه اقراص، كسرت اقراص داينيترا مع اقراص بلافكس، عملت منتج يحسن الدورة الدموية، او عملت منتج يعالج البواسير. وده من جهة اخرى اسمها تركيبات صيدلانية. والتركيبات الصيدلانية العلاجية هي كوزموسيوتيكال برودكت او كوزموسيوتيكال كومباوندز. دي بريدج، هو كده زي كوبري ما بين الكوزموتيك والفارماسيوتيك. هو كومباينيشن كده بيربط الاتنين ببعض، فده معنى الكوزموسيوتيكا او كوزموسيوتكس. تمام. طيب احنا النهارده هنتكلم في شويه حاجات بسيطه خالص جدا، يعني على قد ما نقدر، معلومات عامه خفيفه كده. وهنتكلم، ما ينفعش نخش في العنايه بالبشره من غير ما ابقى عارف ايه البشره دي بتتكون من ايه ووظيفتها ايه. والجزء بتاع البروبلمز اوف سكين والتريتمنت ده في الجزء بتاع الكيور مش هنتكلم فيه دلوقتي خالص. هنتكلم دلوقتي على معلومات عامة وفيش باك بون. تمام. المعلومات العامة زي ان الجلد بتاعك ده هو اكبر عضو في الجسم. هو اكبر عضو في الجسم. بمعنى ان لو انا عندي شخص مثلا وزنه 60 كيلو، فممكن يكون، مش ممكن، هو الوزن بتاع الجلد لوحده 3 كيلو. ليه؟ لانه اصلا التوتال الويت بتاع السكين من 4 ل6% من التوتال بادي ويت. تمام. فلو قلنا 60 كيلو دول في 5% اللي هم المتوسط بتوع ال4 ل6%، هيديك ال3 كيلو. فده شيء لا يستهان بيه خالص يعني. وفي نفس الوقت الجلد برضو حاجة دينية كده، مذكور في القرآن: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فدي معلومات عامة كده عن السكن تفيد يعني. طيب الفيش باك بون بقى بتاع السكن. السكن حاجة لازم نبقى عارفينها، هو عامل شبه سندوتش البرجر كده. هو في جزء على الوش كده اللي هو السميت السمسم الحلو ده، بيتقال عليه ايبيديرمس. والجزء اللي تحته اللي فيه بقى البرجر بقى والخيار والطماطم والخس والحاجات الحلوة دي، ده بيتقال عليه ديرمس. والجزء اللي تحته بقى ده بقى ايه؟ الهايبوديرمس. طيب الجزء اللي بره ده البروتكشن، الجزء اللي بره اللي بيحمي الديرمس. الديرمس ده بقى اللي فيه البلاد فيزلز وفيه الالاستيك وفيه الكولاجين، الليلة كبيرة في الديرمس. بس بنسبة أكبر إحنا بنتعامل مع بتتكون من طبقات. تمام. زي ده كده الإبيديرمس بيتكون من 4 لير، ولو ركزت هنا هتلاقيهم 5. ده 1 2 3 4 5. طب أنا قلت 4 ليه؟ لأن الجزء ده اللي هو الاستريتم ليوسيديوم، اللير دي موجودة في أماكن محددة زي الكوع والكعب. ماشي. بيبقى زي خرسانة كده عشان تدي صلابة وقوة أكتر من أي مكان تاني. وده من رحمة ربنا، لأن بيبقى فيها ارتكاز. بتسند على ترابيزة بإيدك، بتقف على كتير وأنت شغال أو حاجة. فلازما المنطقة دي تكون مدعمة شوية. تمام. والديرمس بيبقى فيها، لو خدت بالك، في جزئين كده. انا عايزك بس تعرف ان فيها جزء كده تحت وجزء فوق، في ابر وفي لور في الديرمس. انما الابيديرمس 4 لير، اللي هم الاستريتم بيزل، الاستريتم اسبونيسم، الاستريتم جرانيوليسم، والاستريتم كورنيوم. الليوسيديوم سيبك منها انا، بس هي معلومة على السريع كده. طيب الخلية اللي فوق دي بتتكون من تحت هنا لحد ما توصل لفوق، والخلية دي بنقول عليها كيراتينوسايتس. والعملية ان الخلية تتكون من تحت لحد اما تطلع فوق بيتقال عليها كيراتينايزيشن. ايوه ايوه ايوه، كيراتينايزيشن. يبقى الابيديرمس
بيتكون من 4 layers او 4 في اماكن محددة. في حاجة اسمها كيراتينايزيشن. العملية دي بتاخد شهر. ان الجزء يطلع من نبدأ من الاستريتم بيزل كده لحد ما توصل للاستريتم كورنيوم. الخلية دي شهر، وكل شهر بتتجدد. ده يطلع يموت ويخش مكانه يطلع حاجة جديدة. ده عقبال ما يطلع جديد ده بيموت او خلاص الخلية دي بتتجدد، وهكذا شهريا. تمام. بعد كده الفيتس بيبقى فيها عملية كده اسمها اورجانوجينيسيس. الاورجانوجينيسيس دي باختصار هما 3 خلايا. خلية اسمها الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم. ده وانت فيتس لسه كده 3 خلايا دول اتكون منهم البني ادم اللي بيسمعني دلوقتي. تمام. فباختصار الابيديرمس جاي من الاكتوديرم، والديرمس جاي من الخلية اللي اسمها ميزوديرم. دي برضو من ضمن المعلومات العامة يعني. بس كده احنا مش هنطول عليكم اكتر من كده. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الفانكشن اوف سكين، وهنتكلم عن من ضمن الفانكشن هنتكلم عن الفيتامين د. هنتكلم شوية عن أهمية الفيتامين د وبيتكون ازاي وايه علاقته بالجلد. وهنتكلم عن الكونتنت بتاع الابيديرمس نفسه شوية، هو والديرمس من جوه شوية. ايه الخلية اللي في الاستريتم بيزل، الخلية اللي في الاستريتم كورنيوم. وبعد كده بيطلع للكورنيوم ديت بنستفيد منها بايه، ومن البيزل للكورنيوم اللي هو الجرانيوليسم وغيره وغيره ده فيه ايه، ويعني ايه كيراتينوسايتس، يعني إيه كذا حاجة كده هنتكلم فيها لها علاقة بالتسبغات، التفتيح، الوقاية، البروتكشن، كل ده. تمام. فده سريعا كده. وطبعا طبعا طبعا متنساش الاشتراك بالقناة، ورأيك سريعا كده في الفكرة. ان شاء الله الفيديو اللي بعد اللي جاي بقى هنبدأ نتكلم عن انواع البشرة وازاي نعتني بكل نوع والمنتجات والكونتنت بتاع كل منتج باختصار على قد ما نقدر. وهنتكلم بتفاصيل شوية عن كل منتج، كل مادة فعالة فايدتها ايه وبنعمل بيها ايه، عشان لو على المدى البعيد ان شاء الله اتكلمنا في التركيبات يكون عندك برضو خلفية عن المواد اللي بنستخدمها في التركيبات اللي هي موجودة اصلا في المنتجات العالمية اللي زي فيتشي ولاروش وبايوديرما والحاجات دي. فان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي او المحاضرة الجاية او الكونتنت اللي جاي على خير. وتاني متنساش تشترك بالقناة وتقول لنا رأيك في الشرح في أي كومنت كده، وشير في الخير يا معلم. وشكرا يا دكاترة. يلا شكرا، السلام عليكم.